يادرا المدرب جديد للمنتخب الوطني بيتكوفيتش راح يكون خليفة حاليلوزيتش بالماضي ولا راح يكون خليفة الكاريز وليكنز؟ مع الوقت راح نعرفوا الإجابة. بصح يادرا وشين هي العوامل اللي اعتمدتهم الفاف باش خيرت هذا المدرب؟ ما تقول لي لا عنده خبرة كبيرة، ما تقول لي مدرب عالمي، هذا واش كاين حاليا؟ ما قدروش يجيبوا واحد خير منه. تواصلوا مع كيروش ورفض، وتواصلوا مع زيدان ورفض. بعيدا على مستواه وعلى عقليته وعلى المنتخبات اللي دربها، هو أصلا في حياته درب منتخب واحد. بصح لو كان نرجعوا لتاريخ المنتخب الوطني بالك هو من افضل المدربين اللي راح يفوتوا على المنتخب الوطني مسيره في اوروبا. مع سويسرا في اليورو 2016 فات للدور الثاني، وفي يورو 2020 فات للربع النهائي، في كاس العالم 2018 فات للدور الثاني، في دوري الامم الاوروبي حقق مركز رابع. اللقب الوحيد اللي في المسيره نتاعو هو كاس ايطاليا مع لاتزيو، ربح اليوفي في نصف النهائي وربح روما في النهائي. المحللين اللي يعرفوه قالوا باللي مليح في التكتيك وقالوا باللي يعتمد على المداوره. بصح اسكو التكتيك تاعو في اوروبا ينجح في افريقيا؟ العوامل اللي في افريقيا وفي اوروبا مش كيف سواء العوامل المناخيه ولا العوامل التنظيميه. في اوروبا كاع على بنا بطبيعه الجو، والجو يساعد على لاعب كره القدم. في افريقيا لا، في القايله، في اوت، في عز السخانه والصيف عندك مقابل. في قلب افريقيا الحراره وزيد فوقها الكولسه والتحكيم. تسمى العقليه تاع اوروبا لازم يخليها في اوروبا. خاصنا عقليه افريقيه، خاصنا يتاقلم ويتكيف مع الافارقه. هي صعيبه تجيب مدرب جامي يدرب في افريقيا وتستنى منه حاجه كبيره في افريقيا. ما تقوليش باللي بالماضي ثاني ما عندوش خبره في التدريب في افريقيا. بالماضي قبل ما يكون مدرب كان لاعب ويعرف ادغال افريقيا مليح. في نفس الوقت هذا واش كاين، هذا واش تقدر تجيب مدرب للمنتخب الوطني. هذا من افضل المدربين المتاحين، على الاقل عنده خبره في اوروبا ومع الانديه. احنا ماناش ضده، بصح على الاقل كي تجيب مدرب في نظرك انت عالمي، على الاقل اشرط عليه نهائي كاس افريقيا مش ربع نهائي، وزيد اشرط عليه على الاقل ثمن نهائي كاس العالم. عندنا اللاعبين اللي يقدروا يوصلوا. بالماضي كنتوا تشرطوا عليه نهائي كاس افريقيا وتستناو فيه بالتتويج وكذا، وهذا شرطوا عليه الربع. في افريقيا قادر تجيب مدرب عالمي وما يصدقش، قادر يجي مدرب ما كاش اللي يعرفه ويصدق. ان شاء الله برك الفتره اللي كان فيها بلا تدريب ما تاثرش على مستواه، وصح نشوفه ويقدم للمنتخب كما راهم يحكوا عليه. ما ننساوش باللي اخر فريق دربه هو بوردو وطيحهم للدرجه الثانيه. ان شاء الله يكون خير خلف لافضل سلف، وان شاء الله يعاود لنا ايامات مواطنه وحاليلوزيتش. وانتم في رايكم يادرا راح يصدق مع المنتخب الوطني وينجح؟ خلوها لي في تعليق.